ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايب لك النهارده يا برو فيديو جديد وشرح جديد. جايب لك النهارده يا برو طريقه عمل ارقام فيك جميع الدول من البرنامج اللي انا سايبه لك دوت يا برو. الطريقه شغاله يا برو، الطريقه جامده جدا، تقدر تعمل منها ارقام فيك كتيره جدا يا برو. فكل اللي عليك يا برو انت تتابع الفيديو من البدايه للنهايه عشان تعرف تستخدم البرنامج صح وتعرف تطلع ارقام فيك يا برو. طب بالنسبه لتحميل البرنامج ده يا برو هتلاقيه في قناه التليجرام، وقناه التليجرام يا برو هتلاقيها في روابط القناه، هوريها لك دلوقتي. تمام يا برو، احنا كده على القناه وهتلاقينا في الروابط قناة التليجرام وقناة الواتساب. عندك هنا قناة التليجرام يا برو اللي هينزل عليها البرنامج، وبينزل عليها اي برنامج يا برو انا بشرح عنه في الفيديوهات. ده بالنسبة لتحميل البرنامج يا برو. هنبدأ بقى نخش على البرنامج يا برو، وهنحتاج طبعا نسخة واتساب الاعمال او ماسنجر. ما ينفعش نسخة معدلة يا برو عشان الرقم يشتغل معاك. هنبدأ نخش على الموقع كده يا برو او البرنامج. هيفتح معانا بالواجهة ديت يا برو، تبدأ تدوس هنا على الثلاث شرط. تمام، بتدوس عليها كده يا برو، بتختار اول واحدة تجيلك هنا اللي هي اخرها اس ام اس. تمام، بعد كده يا برو لو ظهر لك اعلان طبعا بتدوس هنا على علامه الاكس وتتخطى الاعلان. تمام، بتنزل هنا يا برو بيجي لك هنا الدول المتاحه للارقام الفيك، بتختار الدوله اللي انت عاوزها. بس انا انصحك يا برو بدوله فنلندا او دوله هولندا. هم دول اللي شغالين يا برو، يعني ما تختارش مثلا امريكا، ما تختارش انجلترا. الدول ديت لانها مش تبقى شغاله قوي. تمام، انا اختار مثلا هولندا كده، نبدا ندوس عليها. قلت لك لو ظهر لك اعلان زي ده يا برو بتقدر تتخطاه، تدوس علامه العكس الاكس عادي جدا. تمام، وتبدا تخش هنا زي ما انت شايف يا برو. هنا كذا رقم يا برو، يعني مش رقم واحد ولا اتنين، لا كذا رقم يا برو. تبدأ تختار الرقم اللي انت عاوزه، يعني مثلا انا اختار الرقم ده عشوائي طبعا معاك اهو. تمام يا برو، ثانية واحدة. تمام يا برو، بتبدأ تختار اي رقم من اللي انت عاوزه. عندك ارقام كتيرة جدا بس لازم يكون الرقم شغال. بتبدأ هنا يا برو بتاخد الرقم ده نسخ كده عادي جدا. ثانية واحدة يا برو، لو خرج معاك بتخش تاني عادي. بتختار رقم من الارقام المتاحة عندك هنا يا برو، وبتاخد الرقم نسخ. تمام. طب يا برو احنا كده خدنا الرقم نسخة، نبدأ نطلع بقى ونخش على نسخة فاضية. تمام، ونبدأ نشوف الرقم شغال ولا لأ. والأرقام شغالة يا برو معاك بنسبة 70%، يعني مش كل الأرقام شغالة. في أرقام شغالة وفي أرقام مش شغالة، وفي أرقام طايرة تخمين وفي أرقام مسحوبة. وعلى فكرة الأرقام دي متشتغلش واتساب بس، يعني ممكن تشتغل فيسبوك، نيستا، تيك توك، أي حاجة. كله شغال معاك، مش بتشتغلش على الواتساب بس. طب هنبدأ نحط الرقم كده يا برو. تمام، نبدأ نمسح اللي هو رمز الدولة من الرقم. تمام تمام كده احنا حاطين الرقم يا برو. نطلب كود بقى؟ لا ما نطلبش كود. ليه؟ ركز معايا كده يا برو. الساعه كام معانا دلوقتي؟ الساعه زي ما انت شايف يا برو 6:15. ما ينفعش اطلب كود يا برو 6:15 او 6:30، اي ساعه. ويعني لازم تكون الساعه بالظبط، لازم تكون الساعه 6 بالظبط، 7 بالظبط، 8 بالظبط. لازم تكون الساعه بالظبط عشان يجيلك الكود يا برو. تمام، بعد كده يا برو بتخش على الموقع، وبيظهر لك هنا الاكواد يا برو. بتاخد اخر كود جايلك. هوريك دلوقتي ازاي تاخد الكود. تبدا تخش تاني يا برو عادي على الرقم اللي انت خدته. تمام، ولقيته شغال معاك، لان ممكن يكون الرقم مش شغال اساسا، يعني ممكن تلاقي الرقم طاير، طاير تخمين. فانت شوف الرقم اللي يظبط معاك وتخش تاخد الكود بتاعه. تمام تمام. نبدا مثلا ناخد دوله من فنلندا. انا بعمل شرح عشوائي، يعني انا مش هطلع الرقم معاك لان الرقم مش هيطلع معايا مستحيل. تمام، تنزل تحت كده يا برو بتلاقي هنا الاكواد زي ما انت شايف اهو. بتنزل تحت الكود اهو زي ما انت شايف يا برو، وبتاخد الكود اللي باله دقيقه. يعني بص الكود ده باله دقيقه. تمام، في كود تاني مثلا تلاقيه باله، او بص زي ما انت شايف 22 دقيقة. لا ما ينفعش يا برو، لازم تاخد الكود اللي باله دقيقة. تمام، او زي ما انت شايف يا برو الاكواد اهيت، بتاخد الكود وبتحطه كده يا برو. تمام كده يا برو انت هتطلع الرقم بنسبة 100%. بس ممكن الرقم يبقى مش شغال معاك، لكن طالما الرقم اشتغل معاك يا برو بيشتغل معاك، وبتقدر تاخد منه الكود من الموقع. تمام يا برو تمام. عاوز بقى يا اخواتي تعمل لايك وكومنت على الفيديو دوت، وعاوز اشتراكات يا برو قلت لك البرنامج هتلاقيه في قناه التليجرام. وبس كده يا اخواتي، ده كان شرح النهارده، اتمنى يكون الشرح عجبك. متنساش طبعا انك تعمل لايك وكومنت على الفيديو دوت، واشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد يا اخواتي.